تجربتنا اليوم شاورما لحم، ولكن بنبدأ من 8 ريال إلى ما نوصل إلى 115 ريال. بتجرب أكثر من شاورما، أكثر من نوع، بتشوف وش الاختلافات اللي بينهم على أساس تقدر تحدد وش اللي يناسبك بالميزانية اللي عندك والشيء اللي تبغى تاكله. بسم الله. طيب احنا في ماما نورة، وهذا المطعم تعد انه مطعم شاورما وبس، هذا واحد من المعالم الاساسيه في مدينه الرياض او ممكن في السعوديه كلها. دائما اذا تبغى مكان يكون خلاص تحس انه ارث من هذه المنطقه هو ماما نورة، يعني واحده من الاشياء اللي لازم انك تجربها. طبعا هو مشهور بالدجاج بس اللحم برضه مش غلط، فهذه شاورما اللحم من خبرتهم وهم يسوونها. فتحوا الخبزه هذه وشقوها من الجنب زي ما انتم شايفين الطبقه هذه، هنا حط البقدونس والبصل والدنيا والطماط جاهز عنده تحت السيخ، فقطع لك من شاورما اللحم، حط لك الطحينه والدنيا، لحف لك الطماطه ولفها بهذه الخبزه الجميله. كذا تشوفون شاورما اللحم ابتسامتها ودهنها بدا يقطر. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. إرث ما نقدر نقول عنه شيء، مره لذيذ واللحم حقهم مره رهيب. طبعا عصير الكوكتيل اللي خلاص سقط جسر الجيك حقهم الكبير ذاك، صار يجيك جاهز كذا مغلف. نقول بسم الله. وجبه كامله والكامل الله، السرسحه مو طبيعيه، عصير خرافي احبه من يوم يصير، واتوقع السعاده واضحه في وجهي ما يحتاج اتكلم كثير. خلونا نروح للي بعد. طيب هذه الشاورما اللي تشوفونها ب 9 ريال. الشاورما هذه من شاورما 360. طبعا لاحظنا انها ما كانت سيخ، لحم يحطها على الصاج. تشوفون شلون هذه الشاورما قدامكم مقمره، طحينه جوا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بقدونس وبصل والامور الحلوه. بسم الله. شاورما حلوه، تقميلتها حلوه، اللحمه نفسها فيها شويه قرمشه كانها تقميله. وبيني وبينكم لو اني ما شفتها على الصاج ما دريت انها كانت على الصاج، مره لذيذه وجميله. فهذه الشاورما لحم اللي تقدر تاخذها ب 9 ريال. شوف اللي بعد. طيب احنا الحين في لفه. المفترض هذه الشاورما لحم، شاورما الاصول على طريقه جده اللي تشوفونها قدامكم. هذه الصاموليه الجميله فيها لحم الشاورما مع صوصات وخلطات والدنيا. المفترض ان نكهتها تجي مختلفه تماما، تطلع مره رهيبه. شوف الصاموليه وشلون. يا ويلي يا ويلي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اظن ان الصفاره اللي تشوفونها قدامكم هذا من الخردل، ففيها بصل بقدونس مدري ايش والخردل كلها تنخلط على الصاج ويحطونها بالصاموليه الحلوه. صراحه واحد من افضل الاشياء اللي يحبها شاورما اللحم اللي تجي بهذا الشكل اللي بالصامولي، فهذا حبيته. هذا وش 11 ريال ممكن تجيب لك. شوفوا شاورما اسطى عاصم، تشوفون خلطاتها ولحمه والاشياء الجميله حقتها، غير ان الخبزه حقتهم مره حاره. هذا ب 15 ريال. نقول بسم الله. جوده اللحمه، خبزه حاره يخبزونها عندهم، هات مره رهيبه. كل هذا ب 15 ريال. هذه وش ال 15 ريال ممكن تجيب لك كشاورما لحم. اسطى عاصم خيار ممتاز. شوف اللي بعد. احنا الحين في هليل. هليل مؤسس حركة شاورما اللحم وانك تتخصص بشاورما اللحم. فهذه شاورما تشوفونها صاروخ 17 ريال غير المفطح المعروفة عندهم. خلونا نشوف. يا سلام، حارة، اشي طماط، اشي لحم. وبسم الله الرحمن الرحيم. خبزة قرمش، تقميلة حلوة، لحمة تتبيلتها حلوة بسيطة ولذيذة زي ما انتم شايفين. هذه يدي، هذا الصاروخ اللي اكلناه، فلسه باقي
كل هذا بتاخذه ب 17 ريال، شيء مره رهيب من المطعم المؤسس لحركه التخصص في شاورما اللحم. شوف الدهن كيف قطر، تحب تاكل اللحم وتشوف الدهن كيف كذا قاعد يقاطر، النكهه كلها ذا الشيء اللي قاعد يقاطر. خرافي. خلونا نروح للي بعده. طيب الحين احنا في فرج الكروان. هذا واحد من ألذ الشاورمات اللي ممكن تاخذها، شاورما اللحم. تجيك بصامولي بسيط يتقمر عندهم، وتشوف الصاج عندهم لحمة العرايس 7000 شغلة مخلوطة مع بعض، تجيك بصامولية جميلة زي هذه بالطحينة والدنيا اللي فيها. شوف الجمال. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا خطتنا ان نطلع تكة، فاللي بيجينا من عندهم شيء ثاني سعره 20، بس طالما ان احنا موجودين هنا في فرج الكروان ضروري نعلمك عن هذا الشيء لانه من اروع الاشياء اللي ممكن تاكلها. رهيب، طول عمره رهيب. اذا ما قد ذقته بحياتك خل كل شيء نصوره اليوم راح جرب ذا بس. ما غلط. انا شفتك على اليوتيوب اذا ما خاب عني. الله هي يا مال العافيه، ما قصرت يا حبيبي. شيء بسيط يعني، مش قيمتك. الله يترفع قدرك. ما له دخل ان العصير، خلينا نتكلم شيء ايجابي، بس انه جابوا لنا عصير صراحه. مطعم رهيب وحبه من زمان. الحين بيقولون خلاص كلام الحين بعد العصير تغير. فهذا ب 20 ريال. هذا شاورما لحم تركي، يقول لك طريقته مختلفه، طريقته زي المقلقل ومع صوص احمر، وتشوفون كيف مدسم باللحم، مي باللحمه الشاورما العاديه، لا فيها شغل. شوف الصلصه الحمراء من جوا، شوف اللحمه كيف طبخينها كانها مقلقل، ناظر الخبزه كيف، يا سلام. انا اتوقع اول مره اكل شيء زي ذا، فالكاتب مبدع اليوم، قاعد تجيب لنا اشياء جديده، جايب لي مطعم مره احبه وهو ما يدري، فشكرا يا عيني. شوف الجمال، شوف اللحمه كيف ملفوفه بكل حب بالبصل والطماط، وفوق لفه البصل والطماط وتجيك الخبزه اللي عليها الصلصه الحمراء، تلحفها بشكل كامل، ويجي الوقت اللي نذوقه فيه نقول بسم الله الرحمن الرحيم. لا الشاورما التركي هذه ولا عرايس الصغيرة تعطيك نفس إحساس الشاورمات الثانية أبدا. هنا بتاكل شيء مميز، شيء مختلف، لأن هذه طريقتها مختلفة اللي بالصامولي، وهذه برضو ما فيها لا طحينة، ما هي بشاورما اللحم اللي تعرفها ومرينا على أكثر من محل تشوف فيه نفس المكونات اللي هو بصل بقدونس وطحينة. لا هنا شيء مختلف، نكهات مختلفة، بتجوز لك إن شاء الله تبغى تجرب شيء كذا مختلف بشاورما اللحم. فرج الكروان لا تفوت. طبعا الاساطير هم اللي كانوا يعرفونه من فرع التخصصي قبل لا يجي هنا. اذا انك من الاساطير هذولي، اول شيء هات لايك، ثاني شيء اكتب تحت في الكومنت متى اول مره رحت له في اي فرع. خلونا نروح للي بعد. الحين احنا في واحدة من الاساطير من المطاعم العريقة في الرياض، السرايا التركي، مطعم جدا مشهور بالشاورما، ماخذين من عندهم عربي لحم. الغريب كأنما اشوف فيه ثوم، هذا اول واحد في تجربتنا اليوم. ثوم، عندك هنا مثلا بطاطس، عند الثوم هنا حاطه على جنب، ولا غلطة الثوم، بس نقول يا رب انه ما هو موجود جوا اللحم. خلونا نجرب نقول بسم الله. انا ماني مصدق، اول محل اليوم نزوره يحط ثوم مع اللحم. الساندويتش جميل، اللحمه حلوه، اللهم يا طويل العمر والسلامه. ما في الخس والبقدونس والمخلل، الدنيا اللي كانت موجوده. لاحظوا انها ساده، ما معاها الا ثوم، يمكن عشان المخللات حاطينها على جنب تاكلها على هواك. صراحه ماني عارف، فكلحمه حلوه، خبزه حلوه، سراي تركي غني عن التعريف، بس استغربت اللحم مع الثوم، الا اذا كان الطلب هو السبب انه عربي، ما ندري. بس عموما هذه الشاورما اللي ب 27 ريال. خلونا نروح نشوف اللي بعد.
طيب الحين احنا مع الشاورما اللي ب41 ريال. هذه الشاورما شاورما لحم ولكنها مدخنه، فاحنا في ناين مايل وزي ما شفتوا الافران اللي موجوده عندهم لان لحمهم هذا قاعدين يسوونه بشكل مدخن، ومنا قاعدين نشوف فسيخ هنا. شيء جديد. اول شيء معنا بطاطس وطحينه، خلونا نستمتع فيها. نجي نشوف اللحمه المدخنه هذا العربي اللي ب41. شوفون الصفه كيف مرتبه، ارتب من حياتي. هذه الشاورما عليها الطحينه، اللحمه، المخلل، الخضروات او الورقيات الموجوده، اتوقع انها كان بقدونس وطماط. خلونا ناكل نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هذه يمكن واحدة من أغرب الشاورمات اللحم اللي أكلتها. إذا قد جربت اللحم المدخن بريسكت وغيره بتعرف النكهة اللي تجي موجودة دائما مع الحطب. هذه النكهة موجودة هنا في الشاورما هذه. بنفس الوقت ما تحس انها ثقيله ثقل البريسكت اللي ممكن تاخذه في اماكن ثانيه بيجيك كله دهن. ما حسيت بكميه الدهن هذه، فصراحه شيء لطيف، تغيير وخفيفه ما هي بذيك الثقيله، فتحس بطعم التدخين. بتذوق اللحم المدخن بتذوقه ممكن هنا، وبنفس الوقت راح يكون خفيف عليك، ما راح يكون ثقيل. خلونا نروح نشوف اللي بعده. طيب الحين احنا في بيف بار. اذا وطيت صوتي اعرفوا ان الفلوس زادت، هذا اللي يصير معي دائما. فمعانا الشاورما اللي قدامكم. هذه الشاورما ب 115 ريال، ولكن الشاورما هذه خبز القرصان مدري مرقوق مع لحمة الواقيو، تشوفونها دا جوا. طبعا ما تشوف البقدونس والدنيا اللي كنا نشوفها في الأماكن الثانية، يعني مو بنفس الكمية أو بنفس الطريقة، فيه بشكل خفيف. وعندك صوص الطحينة. خلونا ناخذ الطحيني صوص ونديله بسم الله الرحمن الرحيم. لا لحمة فاخرة ما فيها شك. طبعا تشوفون هذا الأحمر، هذا التباسكو الهوم ميد حقهم. بسم الله. آخر شيء معانا هذا الموكتيل اللي بالزنجبيل. خلونا نذوق. أقول بسم الله. خلطة منعشة من نعناع مع زنجبيل وأكثر من مشروب، شيء حموضة، شيء مياه غازية، شيء بطعم الزنجبيل يسرسح وخفيف ولطيف. الظاهر أول مرة ذوق شيء زي كذا. الله إيش خيار، نكهات متعددة. الشاورما هذه مرة مختلفة، لا من خبزها لا من لحمها. اللحم جودته مرة عالية، طريقة تقديمها مرة مختلفة عن الباقيات اللي أكلناها اليوم. فالأكلة مرة لذيذة جميلة وأنصحكم فيها إذا بغيتوا شيء على شاورما مرة هاي ليفل. شيء ثاني بساطتها نفسها، لكن جودة المكونات هي اللي مختلفة قدامكم الحين. هذه من ناحية الشاورما. خلونا نخلص من هنا نرجع نعطيكم تقييم بشكل عام عن اللي جربناه اليوم. بس قبل كل شيء عطنا لايك لما نشوف تقييم النهائي. بعضكم يحب يسمع الملخص من أبسط حقوقكم، فخلونا نرجع نستذكر الشاورمات اللي أكلناها اليوم. احنا بدينا من 8 ريال إلى ما وصلنا إلى 115 ريال. جربنا أنواع كثير صراحة، الاختلافات ما كانت مرة نوعية مرة كبيرة، بس تقريبا مرينا على 3 أنواع تقدر تقول إنها مختلفة. عندك ماما نورة الشاورما اللي أخذناها من عندهم، طبيعتها هذه الشاورما اللي تقدر تقول إن الشاورما لحم كلاسيكية، وصراحة إنها واحدة من المحلات اللذيذة اللي أكلناها اليوم. وأغلب المحلات اللي أكلناها ما كان فيها شيء سيء، أكثر من إنها كانت أنواع مختلفة. أتوقع إن 8 ريال الرينج، 8 ريال إلى حتى 9 ريال، 9 ريال هي الرينج هذا. تأخذ الأشياء الكلاسيكية بتجربها وبتجوز لك إن شاء الله. طلعنا شوي على 11 هنا، خشينا على نوعين. فيه كان فروج الكروان، كان فيه لفة اللي جاك بالصامولي واللحم المقطع، هذه بالطريقة اللي يسوونها في جدة. للأمانة فروج الكروان تحس إنه عالم ثاني، عالم ثاني عن اللي أكلناه اليوم كله. وبعدها من 15 إلى تقريبا الثلاثينات هنا خشينا على نوعين، إما العربي لحم، إما أنك تخش زي فروج الكروان برضو الشيء الثاني اللي كان عندهم بالطريقة التركية، أو المطاعم المتخصصة خصيصا لشاورمات اللحم زي هليل وسط عاصم وغيرهم. هذه الثلاثة لحالها. ونجي لآخر شيء جربناه، هي تجربة أن مطعم أجنبي أخذ الشاورما وحاول يطبقها بالطريقة اللي تناسبه هو. فأخذ لك الشاورما أحط معها لحم الواقيو والغنم، دمجهم مع بعض، خلطهم لك، جات بكميات كبيرة، ما كان فيها المخللات والدنيا والبقدونس اللي احنا نعرفها بالشاورما، لكنها كانت تذوب في فمك. والطحينة نفسها مسوين فيها مكس خاص، وفي صوص فرنسي حقهم دامجينه مع الصوصات هذه، فطلعت لك نكهات
مختلفة تماما. فبكل بساطة تجربتنا اليوم كل الأشياء اللي جربناها جميلة. أنا بالنسبة لي أكثر شيء أحبه حقات الصامولي هذه اللحم، ولكن اللي بيفيدك أنت شوف الأشياء اللي شفتها اليوم، شوف المبلغ اللي معك كم أنت ناوي تدفع على شاورما، روح للاختيار اللي يناسبك من اختيارات اليوم. اختيارات اليوم كلها لذيذة الحمد لله، ما واجهنا شيء إن قلنا أوف ما هو زين، بالعكس من أقل سعر لأعلى سعر شاورما اللحم شيء أسطوري في الحياة. ففي نهاية اليوم إذا ما أكلت شاورما قفل المقطع وروح خذ لك شاورما. سلام.